مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، ولكن قبل الدخول في النشرة تنوه الفضائية الإريترية بأن يوم غد هو يوم 20 من يونيو، يوم الشهداء، وستقوم بنقل وقائع الاحتفال بذكرى الشهداء ابتداء من الساعة 6:30 من يوم غد الخميس من مقبرة الشهداء بمدينة أسمرة. وندخل أو نرجع إلى النشرة والبدء بالعناوين. الرئيس يلتقي وفدا روانديا. إقامة صلوات ترحم على أرواح الشهداء في البلاد. افتتاح معرض عن مجازر المستعمر. والإرثيون في كارولينا الشمالية يحيون يوم الشهداء. أهلا بكم مشاهدينا. التقى فخامة رئيس سياسة أفورقي بالقصر الرئاسي اليوم 19 من يونيو وفدا روانديا برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لجبهة النضال ورئيس برلمان رواندا السيد جوزيف كاراميرا. وسلم الوفد الرواندي في اللقاء رسالة من الرئيس الرواندي بول كيغامي توضح استعداد رواندا للعمل المشترك مع إريتريا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وأكد الرئيس سياسة أفورقي عن أزلية علاقة التعاون الإريترية الرواندية التي تأسست في مرحلة صعبة، وقال إن استعداد الجانبين لتقوية هذه العلاقة يبين تاريخيتها. وأوضح السيد جوزيف أن شعب وحكومة رواندا وكذلك جبهة النضال والجيش الرواندي يتذكرون بفخر دائم دعم شعب وحكومة إريتريا لرواندا في الفترة الحرجة التي مرت بها عام 1994. وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لجبهة النضال ورئيس البرلمان الرواندي السيد جوزيف كاراميرا في تصريح لوكالة الأنباء عقب اللقاء عن فخرهم لزيارة إريتريا في الوقت الذي تحيي فيه ذكرى شهدائها. شهدت البلاد اليوم 19 من يونيو صلوات ترحم في المساجد والكنائس على أرواح الشهداء. وشارك في صلوات الترحم التي جرت في كنيسة القديس ميكائيل وجامع الخلفاء الراشدين بأسمر آلاف المواطنين يتقدمهم كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. وقاد الغداس الذي جرى في الفترة الصباحية في كنيسة القديس ميكائيل رئيس مجلس البطاركة نيافة الأنبا بطرس وراعي الكنيسة الأرثوذكسية في إقليم القاش بركة نيافة الأنبا أثناتيوس بحضور القساوسة والكهنة من مختلف الكنائس وآلاف المسيحيين. كما جرت صلوات ترحم على أرواح الشهداء في جامع الخلفاء الراشدين في الفترة المسائية، حضرها ممثل مكتب الإفتاء الشيخ علي محمد علي ومدير مكتب دار الإفتاء الشيخ سالم إبراهيم المختار وآلاف المسلمين. افتتح أمام مبنى وزارة التعليم في 18 من يونيو الجاري معرضا للفنان جدي جبرا ميكيل يعكس مجازر المستعمر الإثيوبي عبر الدعم الخارجي ضد الشعب الأعزل في شعب وعنبوري ووكي دبا. وافتتحت المعرض السيدة آمنة محمد شمبلاي الناجية من مجزرة شعب، حيث ركز على مجزرة شعب التي راح ضحيتها 400 مواطن تم دهسهم بالدبابات تأكيدا لشعار المستعمر أرض إريتريا وليس بها. وقال زائر المعرض السيد محمد آدم محمد الذي فقد إخوته وأقاربه في المجزرة أن القوى الاستعمارية نفذت الكثير من المجازر ضد الشعب الإريتري، وقد تأثرت كل أسرة إريترية بمجازر الاستعمار الإثيوبي، مشيرا إلى أن المعرض عكس القليل من الكثير لكنه ذو مضمون كبير للأجيال الحديثة. وقالت السيدة آمنة محمد شمبلاي أنها نجت من مجزرة الشعب التي حدثت عام 1988 عبر التماثل مع جثث القتلى مع ابنيها وأربعة أطفال قتل أبويهم، موضحة بأن المعرض يساعد على نقل التاريخ للأجيال.
وأشار الفنان جدي جبر ميكائيل الذي أعد المعرض أنه أمضى 7 أشهر لإعداد المعرض المنظم بعنوان الذكرى 25 لمجزرة شعب ويهدف لإحياء ذكرى الشهداء. هذا وسيستمر المعرض حتى 23 من يونيو الجاري. أحيا الإريتريون المقيمون في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية أحيوا ذكرى يوم الشهداء. وأكد المواطنون في المناسبة تعزيز المساهمة لتوريث الأطفال ثقافة وتراث الشعب الإريتري والمساهمة لرعاية أسر الشهداء وإعمار البلاد. وقدم الأطفال والشباب في المناسبة أعمالا موسيقية تمجد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن والشعب. كما سير المشاركون في المناسبة مسيرة شموع. أوضح مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر تقديم أكثر من 25 مليون نقفة لإعانة أسر الشهداء في 18 شهرا ماضيا. وقال مسؤول الرعاية الاجتماعية في المكتب السيد محمد علي بمنت بأن الحكومة تقوم بمصرفات كبيرة منذ قضاة الاستغلال للعناية بأسر الشهداء، كما يقوم الشعب في الداخل والمهجر باتخاذ مبادرات رعاية أسر الشهداء. وأشار إلى تنفيذ مختلف البرامج لتحسين الحياة المعيشية لأسر الشهداء وتقديم الإعانات المخصصة لأسر الشهداء في المديريات في أماكنها أو المناطق القريبة منها. وذكر السيد محمد علي بأن مساعدة ورعاية أسر الشهداء مسؤولية الجميع، مشيدا بالمبادرات الفردية والجماعية من المواطنين للعناية بأسر الشهداء. قام أعضاء وزارة الإعلام وأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في 23 من يونيو الجاري قاموا بقرص الشتور في داخل وزارة الإعلام بمناسبة 20 من يونيو. وقال عضو وزارة الإعلام السيد إبراهيم جبر ميكيل أن تنفيذ وصية الشهداء مسؤولية الجميع، معربا عن ارتياحه للمشاركة في نفير التشجير. وذكر عضو الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الفنانة طراب جريسوس وعضوة وزارة الإعلام السيدة سعاد أحمد بأن إحياء ذكرى الشهداء عبر العمل مفخرة واعتزاز، وله مضمون استثنائي ويوجه رسالة إلى الأجيال الحديثة. وقال عضو وزارة الإعلام السيد أحمد محمد عمر أن مثل هذا النشاط ينفذ أسبوعيا، لكن نفير هذا العام له مضمون خاص، موضحا بأن 20 من يونيو ليس يوم حزن ولا بكاء، بل لتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء وتنمية البلاد. وقد تم في النفير غرس عدد كبير من أشجار الزيتون. أكد سكان مدينة أغرداد استعدادهم الدائم للإيفاء بكل المتطلبات لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح الشباب بأن مساعدة المحتاجين من القيم الإرثية المتوارثة، وهم على استعداد انطلاقا من هذا الموروث لمساعدة أسر الشهداء بصيانة منازلهم والأنشطة الزراعية ومناحي الحياة الأخرى.
وذكر الشباب تسفاي ستيفانوس وشاني محمد وسمهر محرتاب الذين يقومون بأنشطة نفير في مقبرة الشهداء في مدينة أخردات استعدادهم دوما لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية أخردات السيد إبراهيم محمد أن شباب المديرية يعملون بجهد لمساعدة أسر الشهداء، وأشار إلى تنظيم مسيرات راجلة إلى ضواحي المديرية بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. المجد والخلود للشهداء الأبرار.